والله العظيم اقسم بالله العظيم وما اقوله شهيد. تمام. اول لي رحله ركبتها فايبر، ال 25 نفر اللي احنا ركبنا فيها، ال 24 ماتوا كلهم انا، الا انا حييت فقط. ال 24 نفر كلهم ماتوا الا انا وطفل صغير عمره سنه، نحن بس الحيينا، ما في زول طلع حي تاني. رايك شنو؟ كلكم كل ال 24 كلهم من جاكم ربنا يرحمه. كلهم ماتوا الا انا وطفل عمره سنه. وسبحان الله ال 24 شخص ديل كلهم كانوا لابسين ستر بدات نجاة، الا انا ما كنت لابس ستر النجاة. ما عشان انا مثلا ما قاعد اخاف، عشان ما عندي قروش. رايك شنو؟ والرحله دي كانت منين؟ اقسم بالله الرحله دي كانت من زلتان. من الزنتان. إيه ورايك شنو؟ انا ما بعرف يعني، مش انا بقول لك انا بسبح، حكايه انه مشينا ساعه وبعد ذاك المركب انقلبت، وبعد ما المركب انقلبت طبعا انا بقيت في امر الواقع، سبحت شويه وابتعدت من الناس ديل، فكلهم كانوا بيتخاطفوا في بعض ويمسكوا في بعض وشربوا كاسات. زي ما انت عارف مويه الملح في حد ذاته هو ما بتقدر تبلعه، لو بلعته بيغمرك. يعني الناس دي كانت كلها غمران والناس دي كلها ميته، فانا كنت بمسك الجثث كده عشان اطلع. والله العظيم ماسك لي جثه بيجاي وجثه بيجاي، وماسك الطفل في خاتي في جثه، والجثه طبعا شنو طافح لفوق. ليه؟ لانه هو لابس ستره اصلي. اول ما يخش المويه طوال الهناي بيتنفخ وبيطلع لفوق. انا ماسك جثه بيجاي وماسك جثه بيجاي والله العظيم، والموت ماشي لي لحد ما جات الحكومه ورفعتنا انا والطفل. يعني الطفل كان مع امه. الطفل كان مع امه ملبسينه ستره، حتى هو ذاته هو الوحيد اللي ما مات، الا انا وهم ما متنا. وانا كنا سودانيين، انا والسواق كنا سودانيين. السواق ذاته بشر، ربنا يرحمه ان شاء الله. والسبب شنو؟ السبب شنو القلب الغارب؟ والله الغلطه كان من السواق على ما اعتقد، فجاتنا موجه هو ما قدر يتعامل مع الموج وكفل الغارب. والغارب طبعا صغير، والفايبر كل الناس بتعرف يعني ما بتشيل اكثر من 25 نفر. فجاتنا حاجه وقلبتنا، وبعد ذاك انا بقول ده ما يومي، ما انا شفت ولا انا اصلا ما بخاف الموت ولا انا هنا، لكن الحاجه دي خلتني ان انا بجد ان انا والله العظيم عارف انه ربنا سبحانه وتعالى لو ما كتب لك انك انت تموت ما بتموت تاني. والكلام ده كان يوم سنه كم؟ الكلام ده كان على ما اعتقد في 2017. 2017 ده اول رحله. وبعد يلا يعني انتم ما مشيتوا مسافه بعيده؟ لا الحكايه بتاعت ساعه، اكيد الساعه دي ما خلاص تاني، ما في عمق. الساعه دي في عمق انه انت ما بتقدر تطلع منها تاني اكيد. وانتوا انقذوك كيف؟ انتوا الطفل انقذوك كيف؟ ما هو انا ماسك الجثه وماسك الطفل كويس، وقاعدين الطفل لابس ستره، وبقينا انا ماسكين الزول، وهو طبعا مطفح ونحن ماسكينه، والموج ماشي بينا لحد ما جات الغفر السواحل وجات انقذتنا. يعني حكايه كان المسافه بتاعت ساعه ما كانت كثيره، فهمتها؟ وشافونا سبحانه وربنا وتعالى، بس قالوا انه هنا كاتبين له انه الشخص ده ومعه الطفل ده هم الوحيدين اللي ما يموتوا في الحاجه دي. والطفل وبعدك ودوك وين؟ والطفل وين ودوه وين؟ انا من الحته دي طبعا الطفل شالوه، قالوا لي ده جناك، قلت لهم لا ده ما جناي. انا طبعا انا ما اعرف هم ودوا وين، اكيد بيمشوا ودوا لي اي افريقيه ولا اي سودانيه ولا اي يعني دار رعايه بتاعت اطفال. وانا من الحته دي حولوني ودوني لسجن. تمام. بعد السجن ده سجن اسمه سجن غريان، ده اخطر سجن في ليبيا ممكن اقول لك. لا دقيقه بعد الناس كلهم ماتوا، الناس جاوا انقذوك، بعد ده ودوك السجن. هم الليبيين ما عندهم شغله تموت ما تموت، بقول لك اصلا كده ديل هجره شرعيه. هجره شرعيه دي يموت في النهايه، هو بس يموت يعني ما هناك. ودوك السجن. وبعد ما ودوك السجن والله انا بعد ما ودوني السجن وصلت السجن لقيت السجن فوق قرابه 150 شخص. ال 150 شخص ده ممكن يكونوا قاعدين 7 شهور، في اللي قاعد 6 شهور، في اللي قاعد 4 شهور. وطبعا فارضين عليهم غرامات. في كل شخص كان فارضين عليه غرامه، ممكن يكون كان مغاربه كميه وفي مصريين، طبعا ده بيدفعوا باليورو وبيدفعوا بالدولار. ما عدا السوداني، طبعا السوداني ده بيقول عليه راقد ريح. تمام. راقد ريح ده بالنسبه للليبيين ده زول اموره جايته شديد، يعني لا عنده قروش لا هنا. دي الحاجه الوحيده اللي احنا بنقول على الليبيين بجد
وقفوا معانا في الحته دي، يعني ما كانوا قاعدين يتمسكوا معنا. انا لقيت الناس ديل قاعدين حوالي 6 شهور 7 شهور، فكان في كل مره كانوا بيطلعونا كل صباح زي الساعه 12 كده، بيطلعونا نتشمش ونجي راجعين. انا بعد اسبوع ما عندي قروش، ولا حتى بفكر انه انا يوم من الايام اتصل على ابوي ولا امي، ليه؟ لانه انا كده اوريدي انا شارد منهم، يعني ما في زول قال لي امشي. ما بقول لهم اتصلوا علي يا اخي، اتصلوا عليهم على اساس انه هم يرسلوا لي لا بلد. هو لحد اللحظه ده كان ناس البيت ما عارف انك انت في ليبيا. دول كده عارف انا في ليبيا، ما في، لكن قاعد اتكلم معهم واتصل عليهم وبقول لهم انه انا قاعد في دارفور.